سوق قديم اعتاد أن يرى الفقراء قبل أن يسمع أصوات الباعة، وتحت شمس دافئة تميل إلى الغروب كانت تقف فتاة صغيرة وحيدة يتيمة، ثوبها بسيط باهت اللون، رقعته الأيام أكثر مما رقعته الأيدي، تفتح كفها ببطء تعد النقود قطعة ثم قطعة ثم لا شيء، نقود لا تكفي ولا تقنر الجوع، ترفع عينيها تنظر إلى القمح، إلى الخضار، إلى التمر، تنظر ولا تطلب، في عينيها صبر طويل وفي قلبها أمل متعب، تمشي بين الناس ولا يراها أحد، تمر بجانب الضحكات العالية والوجوه الشبعانة، تحمل في صدرها حزنا أكبر من عمرها وأثقل من جسدها النحيل، تتوقف، تتذكر أمها، تتذكر يدا دافئة كانت تمسك بيدها هنا في هذا السوق نفسه، وتتذكر صوتا حنونا يهمس لها: الرزق بيد الله، والجور امتحان، والصبر مفتاح الفرج. ثم رحلت الأم ذات صباح بارد وتركت خلفها فراغا لا يملأه الزمن، بقيت الطفلة وحدها في مواجهة الحياة، تجور ولا تشكو، تتعب ولا تسأل، تنام على أرض قاسية وتستيقظ على واقع أقصى، تعلمت أن البكاء وحده لا يسمعه أحد، وأن الشكوى لغير الله لا تطعم خبزا. في الليالي الطويلة حين ينام كل شيء تبقى هي مستيقظة، تجلس قرب نافذة صغيرة، ترفع يديها المرتعشتين وتدعو بصوت خافت: يا ربي لا تتركني وحيدة، يا ربي عوض قلبي الصغير. مرت السنون بطيئة ثقيلة، وكبرت الطفلة، كبر جسدها، ولكن قلبها بقي يحمل الوجع، لم يكسرها الفقر، بل علمها الصمت، ولم يذلها الحرمان، بل علمها الكرامة، عملت وتعبت وسقطت وقامت وحدها حتى صارت شابة، تعرف معنى الرحمة لأنها ذاقت الألم، وتفهم وجع اليتيم لأنها كانت يوما مثله، وحين فتح الله لها أبواب الرزق لم تنس الماضي، لم تنس الجوع ولا الدموع ولا الكف الفارغة، فمدت يدها لكل محتاج، ومسحت دمعة لكل يتيم، وأدركت أخيرا أن اليتيم ليس من فقد والديه فقط، بل من فقد الرحمة في قلوب الناس، وأن من صبر طويلا ولم ينكسر يعوضه الله عوضا ينسيه كل الألم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد.